السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الشرحاء بلال سات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. موضوع النهاردة موضوع جميل، موضوع تحفة، موضوع بناء على طلب المشتركين المحترمين. طبعا سوفت جميل ومحترم لكل أجهزة الصن بلس 1506 تي في وصن بلس 1506 اتش في، واي فاي داخلي. طبعا الجهاز ده فلاشته 4 ميجا. طبعا هيبقى سوفت جميل وسوفت حكايه، وهيضيف لك شويه مميزات كده من اللي انت عارفهم على قناه شرحات بلال سات. وطبعا هيبقى سوفت جميل لحل مشاكل اي حاجه في الجهاز، وهيبقى سرعه في التشغيل وحاجه جميله. وممكن يضيف لك اي بي اديو اللي هو الصوتيات. وطبعا ان شاء الله هنتعرف على الجهاز، ولكن فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. وطبعا ان شاء الله جهازنا النهارده هو رويال 8000 سيلفر. جهازنا النهارده رويال 8000 سيلفر. طبعا الجهاز هنشوفه مع بعض ونعرف ايه مميزات الجهاز. طبعا الجهاز زي ما حضراتكم شايفين، طبعا معالج صن بلس 1506 تي في، فلاش 4 ميجا. طبعا الجهاز فيه يو اس بي 1 طبعا لانه هو واي فاي داخلي. وطبعا السوفت ده هيبقى لاجهزه ال 1506 اتش في واي فاي داخلي برضو. يعني ان شاء الله هسيب لك السوفتين باذن الله في تعليق مثبت. ويلا نوصل الجهاز ونشوف ايه دنيا الجهاز وايه السوفت الجميل اللي بتقول عليه وايه هو اللي هيضيفه لنا. ويلا نخش على الشاشه والشرح. بعد وصلنا الجهاز، وصلنا الكهرباء، وصلت الاتش دي، كل حاجه زي ما انتم عارفين. هنشغل بقى الشاشه اللي هنشرح عليها، تمام. وهنجيب العصايه السحريه بتاعتنا عشان نشرح على الشاشه زي ما حضراتكم عارفين. وطبعا باذن الله عايزين الدعم للقناه يا جماعه عشان خاطر المزيد من السوفتات والشروحات، وطبعا لكل الناس. زي ما حضراتكم شايفين هنقرب الكاميرا على الشاشه عشان خاطر نشوف. طبعا يا جماعه الجهاز ده انا كنت مديله سوفت قبل كده، يعني انا بصراحه كنت عايز استشير حضراتكم او نعرض مع حضراتكم السوفت ده. طبعا السوفت ده كوريكس. السوفت ده طبعا تبع شركه تركيه، والسوفت ده تركي. ولكن انا بصراحه يعني ما لقيتش فيه حتى، يعني سيبك من الستايل بتاع المنيو، لكن بصراحه لقيته مش هيقدم لي ان انا هلاقي مثلا عليه الصوتيات. لكن انا اقدر اضيف لك الحاجه الحلوه اللي انت عارفها. وزي ما حضراتكم شايفين هنستعرض مع بعض الجهاز. زي ما حضرتك شايف ادي التركيب، تمام، التركيب بتاع الجهاز. وطبعا زي ما حضرتك شايف هو طبعا الخاصيه ديت خاصه بالاجهزه في تركيا بس، ولكن دي في بي فندر ديت بتاعت الاشاره. وزي ما حضرتك شايف هو يعتبر. وعندك بقى الميزه هنا لما نخش على الابس، عندك اول ما دخلنا هنا عندك الحاجه الجميله اللي محدش طبعا بفضل من ربنا قدر يوصل لها. طبعا عندك الحاجه ديت طبعا اضافه جميله، ولكن لسه بشويه تعديلات. ولكن ممكن نقدر الحاجه اللي فوق ديت نشغلها تمام. ولكن انا بصراحه هجرب مع بعض كده سوفت تاني، ولو طلع مفيش فيه اي مشكله هنرجع تاني ونرجع السوفت ده تاني مع بعض. وطبعا هو في الاول والاخر طبعا انا بدور على الحاجه الحلوه اللي تفيد حضرتك. ولكن انا بصراحه هجرب سوفت برضو جميل كده كنت انا منزله. وطبعا وهنشوف مع بعض ايه الامكانيات اللي في السوفت ده. ونرجع بقى بالكاميرا كده عشان نتكلم مع بعض. وطبعا يا جماعه انا لما بقول عايز الدعم للقناه، انا عايز اعجاباتك، اشتراكك في القناه، تفعيل زر الجرس، لان طبعا في ناس كتير ما بتفعلش زر الجرس. وطبعا ده مشكله. ليه؟ لان طبعا الحاجه دي بتفيدك انت، لان انت بيجيلك اشعار ان انا رفعت شرح جديد، سوفت جديد، اي حاجه على القناه. فطبعا ابقى فعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد في القناه. وطبعا نرجع لموضوعنا تاني ان شاء الله باذن الله. في سوفت جميل احتمال برضو يا النهارده يا بكره ان شاء الله هيبقى للصن بلس 1507 جي ان شاء الله باذن الله. هيبقى سوفت محترم هيحل مشاكل الجهاز وحاجه كده واضافات، وزي حاجه زي ما انتم عارفين على قناه بلال سات. وطبعا باذن الله هيبقى فيه بث مباشر قريب، لان هتكلم عن المعالج
سان بلس 2507L. وطبعا في سوفتات محترمه وفي سوفتات جميله هتنزل تحل مشاكل الاجهزه ديت، سواء كان واي فاي داخلي او واي فاي خارجي. وطبعا هنرجع تاني لشرحنا، وزي ما حضرتك شايف الجهاز خد السوفت معانا. هنقرب الكاميرا عشان نشوف مع بعض. وزي ما حضرتك شفت طبعا ادي الجهاز خد السوفت معانا تمام، مفيش فيه اي مشكله. طبعا ناس كتير تقول لك يعني المنيو جميل وحلو، والله احنا هنبص هنشوف هل الجهاز بعد السوفت ده هيضيف لنا حاجه حلوه من اللي احنا عارفينها ولا ايه. طبعا زي ما حضرتك شايف لو دخلنا على الاصدار، هتلاقي فوق 15.06 تي في، وطبعا الواي فاي 81 اف. طبعا ده يدل على ان الجهاز بتاعنا واي فاي داخلي. هنرجع باك ونشوف مثلا يعني احدث او الايه الجديد اللي في السوفت. وطبعا لو دخلنا على الضغط وعلى فيديو وجينا تحت كده هتلاقي مكتوب سات اي بي تي في اون، ولكن بصراحه ما ضافش برضو الصوتيات. ولكن لو دخلنا على الاي بي تي في هنلاقي طبعا عندك الكيوت والهاها والفورس والاكستريم والدراجون برو اي بي تي في. وهنخش نشوف كده مثلا مع بعض على الوسائط، نشوف السيرفرات بتاعت الجهاز. طبعا لو حضرتك حبيبي فانا ممكن بصراحه هسيب السوفت ده، لان بصراحه انا شايف فيه ان السوفت ده جميل، لانه عليه الجوساب بلس. لو حضرتك معاك كود عايز تشغله هيشتغل معاك تمام. وطبعا الديكيو كام والنشير والكلام ده كله موجود. وطبعا عندنا في حاجه جميله انا طبعا هسيبها لك طبعا في تعليق مثبت. طبعا السوفتات دي يا جماعه هتبقى ال 15.06 تي في وال 15.06 اتش في للاجهزه الواي فاي الداخلي فقط لا غير، عشان خاطر ما حدش يدي الجهاز السوفت للاجهزه العاديه. طبعا هيطلع لك رساله يور ديفايس فيلد، يعني في مشكله في السوفت. وطبعا هنرجع لموضوعنا تاني. وطبعا لو دخلنا هنا يا جماعه طبعا هيبقى شغلنا على دي عشان تبقى عارف. وطبعا هسيب لك الملف قنوات في صندوق الوصف، هسيب لك السوفت مدمج في ملف قنوات، ونرجع بقى كده تمام. وانا طبعا يبقى انا كده وصلت لنهايه موضوعنا النهارده. يبقى احنا النهارده نظره سريعه كده او حاجه مبسطه كده على الشغل ده. جهازنا النهارده كان 15.06 تي في واي فاي داخلي للمعالج سان بلس 15.06 تي في و15.06 اتش في. وطبعا السوفت ده سوفت جميل يحل مشاكل الجهاز، هيسرع الجهاز، هيضيف لك حاجه جميله زي ما حضرتك شفت. طبعا عليه لو عندك كود للجوساب بلس هتشتغل عليه عادي، اليوتيوب شغال عليه. جهاز حلو، جهاز جميل. وطبعا ان شاء الله باذن الله هحاول ادور لكم على سوفت يكون بيدعم الصوتيات، وان شاء الله ننزل لكم قريب. وكده يبقى وصلنا لنهايه موضوعنا. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح، وانتظرونا ان شاء الله في موضوع جديد وسوفت جديد. ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو واشترك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين.